طبعا انتوا عارفين ان الشرك ده احنا اللي ادخلناه في مصر منذ حوالي 150 سنة. ابو جدي الحاج على الحلم والحاج امين عاكف وخلف الصول، دول كانوا اطفال مع بعضهم وبيشوفوا الفرق اللي بتيجي من بره وحبوا يقلدوهم وابتدوا يعملوا سيرك. وابتدى السيرك بان يقعد على الصفايح ويجيبوا مشاعل. وابتدى السيرك يتطور بعد كده بجدي وعم حسن الحلم اللي هو خد البهوية من الملك فاروق. وابتدى احنا طبعا الجيل الاول اللي هو والدي وعم ابراهيم وعم حسن وعم يحيى طلعوا اشتغلوا مع جدي، وانا بدأت اشتغل مع سيرك جدي وانا عندي 5 سنين. كنت بهرب من المدرسة لان كنا بنتجول في المحافظات. وبعدين لما جدي لقاني والدي بيأثنى عليا وبتاع وغاوي السيرك قال له سيبه خلاص ده بيحب السيرك. كنت اشوف جدي وهو بيضرب الاسود، كان بيضرب اسد ولتتين يعني لبوتين. وانا صغير كنت امسك له هدومه وبتاع وكنت غاوي قوي حكايه الاسود دي. بس عائله السيرك تملي لازم تشتغل عده نمغ، ما تبقاش في فن واحد. كان الجد الأكبر وعلي الحلم يعمل في أحد المواقع المصرية ورأى عرضا لأحد السياحة في اليونان مع أسد فأعجبته الفكرة. وبعد عدة سنوات جاء إلى مصر السيرك الروسي وعرضوا بعض التكليفين فاشتراها علي الحلم وبدأ في تدريبها. ومن فكرة البداية المبكرة للجد الأكبر لما انقطع أجيال العائلة عن دور في أسرار هذه المهنة. كنت بموت في السيرك، بموت فيه. وجي والدي سنة 52 ساب جدي وجي مصر هنا، راح لثروت عكاشة ونادى بالسيرك القومي. وعبد المنعم الثروي كان وكيل وزارة. كنت انا صغير بقى يعني عندي 8 سنين 9 سنين، والحلم اتحقق. السيد الرئيس الله يرحمه جمال عبد الناصر لما راح روسيا وشاف السيرك، لان في روسيا بيقول لك الفن الحقيقي بعد هو الباليه السيرك بعد الحرب العالميه الثانيه. اول ما بداوا الفوضى بتاع العيش وبداوا السيرك لما عاوزوا يوصلوا حاجه للشعب عن طريق السيرك، عن طريق المهرج، عن طريق بتاع ده. كان بيهرج على كان رئيس مخلوع ولا رئيس كان طاغي زي هتلر ولا في السيرك. لما كنت تشوفي بنت ماشيه في الشارع جميله يقول لك دي بتقلد لعيبه السيرك يا عمود السيرك. لذلك كان قبل الكومنولث قبل ما يفكوا روسيا كان كل محافظه فيها سيرك. تعد عائلة الحلم هي العائلة الوحيدة على مستوى العالم التي استمرت في العمل في هذا المجال طوال هذه الأجيال المتعاقبة بأبنائها، على الرغم من الإصابات الكثيرة التي تعرضت لها العائلة. لم يكتفي الأحفاد اليوم بما توارثوه عن الآباء والأجداد، فقام المدرب محمد الحلم بإدخال العديد من الحيوانات الجديدة إلى السيرك المصري. ومؤخرا قام بإدخال مجموعة من الأسود البيضاء فقام باستيرادها من استراليا، ويبقي لها منازل من الأسود. وتقوم نورا بمساعدة والدها محمد الحلم بوضع برنامج مكثف لتدريب هذه الأسود البيضاء والتي تبلغ من العمر 2 ونصف، وذلك لتقديم فقرات وعروض جديدة للجمهور.
احنا النهارده عندنا اسرار كتيره قوي عن فقره الاسود والنمور وعن السيرك بصفه عامه. هنبدا دلوقتي باول بداياتي مع الاسود والنمور. كنت صغننه وطبعا كنت مقيمه هنا في السيرك، ان كان لازم يبقى في مدرب اسود قاعد عشان لا قدر الله حصل حاجه يبقى موجود، وطبعا مفيش غير بابا اللي هو محمد الحلو. فانا اتولدت في السيرك، اتربيت في السيرك وكبرت في السيرك واتجوزت وخلفت برضه في السيرك، واتمنى من ربنا ان انا اموت في السيرك برضه. انا كنت صغنونه وانا عندي 3 سنين، كان بابا يدخلني معاه العرض. يعني طفله وشطانه فيه، وانا كنت متعلقه ببابايا قوي يعني من كتر حبي ببابا، يعني حبيت مهنته وحبيت حبه للاصول. فكنت بدخل معاه اتكلم في المايك، يلا روح كده، يعني مجرد لعب. لما كبرت شويه ابتديت افهم، وابتديت ان انا يعني افهم ان دول اسد ونمر مش كلب وقط. ابتديت العب بيهم وهم في السن ده واصغر كمان، هم مولودين. حبيتهم طبعا، وحبيت ان انا ابقى زي بابا بقى، ادخل اعرض قدام الجمهور. فبابا كان الشخص الوحيد ان انا اكمل تعليمي، ان انا خلص الكليه بعد كده ان انا اشتغل في السيرك. وده اللي حصل بالفعل. انا اول سنه كليه كنت بشتغل، في نفس الوقت كنت بدرس، وخلصت الكليه واشتغلت في السيرك بدل بابا طلع على المعاش، ربنا يديله الصحه، ولسه شغال برضه. واشتغلت في السيرك القومي. بدات وانا عندي 11 سنه، كان بابا بيدربني معاه ان انا ازاي اربي الحيوان واكله واعالجه، وازاي ان انا يعني افصل ما بين ده وده، يعني ان انا ازاي اتعلم ان الشرس اتعامل معاه ازاي، والطيب اتعامل معاه ازاي، واكلهم ازاي. المدرب محمد الحلو لم يكتفي بمتوارث من خبرات عملية من عائلته، لكنه مارس بين الخبرة العملية المتوارثة والدراسة الأكاديمية، فحصل على الدكتوراه من روسيا في تدريب الأسود والنمور والفيلة والخيول. رغم ما تشاهده أمامك من هذه المرونة والطاعة العمياء من هذه الحيوانات المفترسة لمدربها، فالأمر لا يخلو من مخاطر دفع بعض أفراد العائلة روحهم ثمنا لها. فالخطر لا يأتي فقط من لحظات تقديم العرض وسط هذه المجموعات من الحيوانات المفترسة، لكن الخطر متواصل طوال الوقت. مع المعايشة الكاملة والتدريبات الشاقة يكون نتاجها النهائي هذا العرض الجماهيري المبهر الذي يخطف أنفاس الكبار قبل الصغار. فكل المخاطر تهون مقابل هذه اللحظات التي يشعرون فيها بالسعادة الغامرة التي تنتاب جمهور الحاضرين في السيرك.